من يومين طلع علينا صاحب أكبر مطاعم ومصمت في مصر بتصريح يخليك تجيب اللي في بطنك حرفيا، لما قال إنه ساعات بيلجأ للحم الحمير في شغله. ومش بس كده، ده كمان مش بيسيب فيه أي حاجة. التصريح اللي قلب مصر كلها، خصوصا إن سلسلة المطاعم دي موجودة وناس ليها وزنها برضه، وحرفيا مفيش حد في مصر مكلش منهم. قلب النص كده: كل حاجة في الحمار بتستعمل، زي الممبار اللي انت بتاكله في الشارع ده من الحمار، والسجق ده كلاب مفرومة، والكبدة والسندوتشات دي كلها عبارة عن دم متجلط، والجمبري الصغير أبو 15 جنيه الرغيف ده بيبقى دود. انتوا عايشين الوهم وفاكرين نفسكم بتاكلوا. أنا قلت كده عشان أنا عمري ما هكدب على زبايني تاني. أنا تبت وعايز أقابل ربنا نظيف. كل واحد أكله بتاع نص حمار، بس معدة المصريين بتبلع الزلط. الكلام ده اللي خلى ناس كتير تربط مواضيع ضبط هياكل الحمير اللي بيلاقوها في الصحراء وهم ماشيين، ومش بيكون موجود غير الهيكل بجد، ده حتى الجلد مش بيبقى له أي أثر. المشكلة هنا إن مفيش حد يعرف يفرق بينهم خالص، خصوصا لما تتقدم لك مع وجود بهارات كتير. انت مش بتبقى ضايق حاجة، وده فعلا اللي قالوه ناس كتير بعد ما شرحوا تجربتهم مع المطاعم دي ايه. طب المشكلة فين؟ المشكلة ان الجزار او صاحب المطعم ده غش الزباين وما قدمش الخدمة اللي بياخد عليها فلوس، خصوصا بقى لو جزار عشان هو مربوط بسعر السوق. يعني مثلا النهاردة اللحمة 100 جنيه، هو لازم يبيعها بنفس السعر، عشان لو نقص او زود التسعيرة هيتم مساءلته قانونيا. طب ده بالنسبة للحمة. طب الجلد بيروح فين؟ جلد الحمار عشان سميك في مصانع بتشتريه عشان يتعمل سجاد، وكمان مصانع الجزم لأن خامته كويسة وفروته ناعمة ومش بتتبهدل. طب ايه رد شيوخنا في الموضوع ده؟ ناس كتير أثارت الجدل بتصريحاتها ما بين حرام وحلال، بس الأكيد إن ربنا ما حرمش لحمة الحمار بس عشان هي مش مستحبة، خصوصا إننا في الدول العربية والإسلامية بنشوف الخرفان والجمال والبقر والجاموس هما اللي بيتاكلوا. إنما أنت لو ماشي في صحراء ومفيش قدامك غير ده، أو هتموت من الجوع، فأنت غصب عنك هتاكل، مش هتموت من الجوع يعني. في النهاية لازم تبقى عارف إن المطاعم كلها هدفها الأول هو الربح. صاحب المطعم هيعمل أي حاجة تخليه يكسب كتير ويصرف قليل، سواء كانت الطريقة دي صح أو غلط. شدت كتير جدا من الناس على الأهالي وعلى بعض إن محدش يجيب أي حاجة من بره، خصوصا من المطاعم اللي سمعنا الأيام اللي فاتت كلام كتير بوجود لحم حمير فيها وحاجات منتهية الصلاحية. ربنا يسترها علينا كلنا من كل شر.